مش وحشه، حاجه كويسه تعينهم على اعباء الحياه. انا بس زعلان من ايه بقى؟ زعلان من بعض اعضاء مجلس الاداره بتوع اتحاد الكوره. يا شباب، لما يطلع قرار من اتحاد الكوره باستئناف النشاط يوم 30، ما ينفعش واحد يطلع يقول لك اصله مش هيتلعب الا لما مش عارف ايه، واحد تاني يقول لك اصل لما مش، واحد تاني تقول لك ما انت حضرتك ما انتش مسؤول عن ان انت النهارده قاعد على ترابيزه مجلس اداره، مجلس اداره اخذ قرار ما تخلوش كلامكم يتاخد عليكم، ما تخلوش كلامكم يتاخد عليكم. مجلس اداره طلع قرار، كلنا ورا القرار وكلنا بنعضد قوه القرار، لكن ما ينفعش قرار مجلس اداره يطلع بان الدوري هيبتدي يوم 30 ديسمبر، واحد يطلع من الاعضاء الجدد يقول لك لا لا عمره ما يبتدي 30، ده اصلا مش ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ مالكش صفه ان انت تقول ده. انت صفتك عضو مجلس اداره مرتبط بقرار المجلس وتدافع عنه وتقويه، مش تطلع تجهضه. لسه في ناس لسه ما تودكتش على الكراسي. لما تقعد على الكرسي وتفهم يعني ايه الكرسي. الكرسي يا سعاده البيه يعني لما حضرتك تقعد عليه في وسط اجتماع ويصدر قرار، تبقى انت حتى لو كنت انت معترض على القرار او بتقلل من شأن هذا القرار، اول واحد بره المجلس تدافع عنه وبقوه كما لو كنت انت صاحب اقتراح هذا القرار. دي مجالس ادارات، يا تفهم وتقعد على الكرسي يا تسيب الكرسي وتقعد في الحته اللي انت عايز تقعد فيها، لكن لازم تبقى عارف قيمه الكرسي اللي انت بتقعد فيه.